الحديدية، بوابة الحديدية، وهون دولة فلسطين، وهون دولة فلسطين، فلسطين عربية، فلسطين عربية، من رافح حتى جنين، من رافح. في ذكرى يوم الأرض الخالد نؤكد على تمسكنا بأرضنا وحقنا في الوجود عليها والتصرف عليها بحرية. اليوم نحن نحيي يوم الأرض قرب مبنى الرجبي الذي حكمت محكمة إسرائيلية مؤخرا بحقيقة المستوطنين وشرائه. نحن نقول أن هذا البيت هو جزء من مدينة القدس التي هي جزء من أراضي الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها الأمم المتحدة، وعلى كافة قوات الاحتلال الرحيل عنها بأسرع وقت ممكن، وأن الوجود الاستيطاني في مدينة الخليل كما كافة أراضي دولة فلسطين هو وجود غير قانوني وفي كافة القوانين الدولية. انتوا الحاكم وانتوا الجلاد. لما انتم تمنعونا ندخل هذه مظاهره سلميه نعم. اللي بيصير من قبل المستوطنين هو بالتهجم والاعتداءات على السكان وخصوصا الناس اللي مروا بالشوارع. الاعتداءات الاكبر والبارز حاليا في المحاسيم على المحاسيم الاسرائيليه تحصل المنطقه. نتعرض لاعتداءات يوميه من قبل المحاسيم بالتفتيش والتفتيش النزل والشبح على الحيطان والشبح الاكثر لفتره طويله. الاضافه الى كمان هيك انه حوم منطقه ممنوع البناء والترميم بشكل كامل، وهذه الاعتداءات اللي واجهناها امبارح في الليل ليله امس انه اعتدوا على بيت جارنا لانه حاول انه يبني غرفه او مسطوح فاعتدوا عليه رصاصتين في الليل. رسالتي احنا بنوجه لكل اهل الخليل، لكل الضمائر الحيه، لكل شرفاء الوطن بانهم يبقوا المنطقه الجنوبيه في الزراعه لانه المنطقه الجنوبيه تهود. سددنا هنا امام منزل بيت الرجبي في ذكرى يوم الارض لنعلن للمحتلين ان هذا اذا كان هناك ادعاءات بان المنزل مبيوع، انه لا بيع تحت الاحتلال ولا شرعا لبيع الاحتلال، وان هذا البيت بيت فلسطيني بامتياز، بيت خليلي بامتياز. كما تشاهد من على جنبنا هناك مقبره عمرها آلاف السنين، هي مقبره فلسطينيه اسلاميه. فهذا البيت هو بيت من بيوت الخليل الاصيله. جئنا نحيي يوم الارض تضامنا مع اهلنا في البلده القديمه، واحياء وتذكيرا ان ثله من المستوطنين يقطنون هذا البيت الذي هو خلفي، هم غير شرعيين، هم عابرون. وطنيه وحده وطنيه، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، نفديك يا فلسطين، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.